لو في حاجات فكرت انها حلوة وطلعت لك غير، او في حاجات شفتها سكة مشيتها وندمت عشان طلعت مش خير، ريح بالك وانسى اللي فاتوك، ربنا ما بيعملش غير الخير. واذا كان على الوجع اللي في قلبك فمسيره يروح، ومسير ربنا يبعت لك ناس تداويك وتطيب اي جروح، ناس تفهم تفكيرك من غير ما تعيد وتزيد في كلام مشروح. ولو على اللي اذاك فخلاص ده اذاك، عمل اللي عليها الله يسامحه، وفي الأحزان خلاك، وانت عشان طيب مستنيه فكرت رجوعه هيبقى دواك. الناس مش دوا للناس يهبل، صدقني الناس أكبر كدبة في حياة الناس. بدليل ان انت عشرت فلان وفرشت له أرضه أمان في أمان، بعدها باعك، مدت له دراعك بالإحسان، ساب الإحسان كل في دراعك. انت الغلطان مش هو، عشان حطيت تحت الدرس صباعك. ابعد عنهم، انا عارف انك استنيتهم بس عشان قالوا ليك وقت ما تحتاجهم هيجولك، وانك لو يوم كنت في شدة هيكونوا اول ناس يقفولك. وسبحان الله ربنا خلاك تبقى في شدة وتحتاج ليهم، وما احتجت لهم وناديتهم ولا بصوا عليك ولا سمعولك. كان كله كلام فض مجالس، ولا كانوا تمام ولا كانوا جمال ولا كانوا نيلة، كانوا ضربة في مقتل مش طعنات، اقسم بالله كانوا تغفيلة. اديت لقلوبهم كل جميل، شلت انت جميل ولقيت نفسك واقف وحدك شايل الشيلة. ابعد عنهم، الناس مش بتموت من غير حد، مش اول ناس توعد وتكون كدابة وما نلاقيهمش في وقت الجد. وخليك متصالح مع نفسك، قول لها مثلا مش كل اللي نعوزه نطوله، مش كل اللي لساني ندههم هيقولوا نعم او هيقولوا. الناس فترات، بس الشاطر اللي يخلي الناس يدعوله مش يدعو عليه. جربت الظلم بلاش تظلم، ولو اتألمت بلاش تألم. ارجوك خليك زي ما انت ويكفيك جدا، ولا سبت ايديهم في الشدة، ولا عنهم يوم كنت اتخليت، ولا حتى اذيت. فابعد عنهم وارحم نفسك، ربنا ما بيعملش غير الخير.